هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. اغنية دبدوبة التخينة كلنا عارفينها وبنغنيها وبنسمعها لولادنا كتير قوي قوي قوي. عشان كده السؤال هنا بقى، احنا ليه ممكن نكون بنغني اغنية زي دي وهي بمنتهى الوضوح بتشاور على عيب عند دبدوبة وبتقول عليها تخينة وبتتريق عليها ده انتي وزنك قد الطوبة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة. نطي نطة يا دبدوبة، ده انتي تقلي الطوبة. يعني ليه ممكن نكون بنسمع اغنية زي دي او بنغني حاجة زي كده؟ يعني اكيد واضح قوي انه الاغنية دي فيها تنمر واضح، فاحنا ليه ممكن نكون بنسمعها فنتعلم التنمر وبعد كده نستغرب ان ولادنا بيتنمروا على زمايلهم وبيقولوا عليهم مثلا كلام مش كويس، بيشاوروا على عيوبهم لو في عيوب في جسمهم او في شخصيتهم او في شكلهم. بنت يا فكيهة، فكيهة يا بنت الورمة، الولعة يا بنت المجعلصة. حسبي يا بنت المبطرخة، كفاية يا بنت المكعبرة. يا سيدي، فليه من الاول يعني نخلي بالنا قوي من الاغاني اللي احنا بنختارها علشان نسمعها لولادنا، لان في حاجات ضمنيا بتعلم ولادنا حاجات مش صح. نيجي بقى لفكرة التنمر نفسها. التنمر ايه هو التنمر؟ التنمر هو بمنتهى البساطة ان انا بمسك حاجة عيب عند شخص قدامي وبقعد اشاور عليه واتريق عليه واضحك عليه وفاكر نفسي لذيذ وبهزر ودمي خفيف وكده، مع انه في الواقع انا بجرح اللي قدامي وبأذيه وبأثر على نفسيته جامد جدا. طب ليه ممكن نكون بنعمل كده؟ ليه ممكن نأذي حد غيرنا بالطريقة دي؟ ليه ما احطش نفسي مكان الشخص اللي انا بتنمر عليه واشوف يعني انا لو حد شاور على عيب عندي في شخصيتي او في شكلي او في جسمي او whatever، هل انا هبقى تمام مش متضايقة ولا هبقى تعبانة نفسيا ومتضايقة؟ اكيد هبقى متضايقة. اي حد بيتحط في موقف تنمر بيبقى تعبان ومش عارف يدافع عن نفسه. يبقى لازم نتعلم يا جماعة انه التنمر ده فعلا مشكلة ومشكلة كبيرة قوي، محتاجين ان احنا نقف ضدها. محتاجين ان احنا نعلم ولادنا انه التنمر ده اذى وجرح زي الضرب واكتر كمان. زي ما انا ما ينفعش اسمح لحد انه يضربني زي ما قلنا في فيديو قبل كده، كمان ما ينفعش اسمح لحد انه يتنمر عليا، وكمان ما ينفعش اسمح لنفسي ان انا اتنمر على حد. لازم نعلم ولادنا ان احنا مش بنبص على عيوب اي حد، مش بنبص على شكله او على جسمه او على شخصي او عيوب شخصيته او اي حاجة. مش بنبص على العيوب عموما، احنا بنقبل الشخص زي ما هو، بنقبله بعيوبه، بنقبله بمشاكله زي ما احنا محتاجين ان احنا نكون مقبولين بمشاكلنا. ما ينفعش ان احنا نبص على عيوب الناس او نبص على المشاكل اللي فيهم الظاهرة، لانه دي حاجة بتجرح. احنا بنقبل كل الناس وبنحب كل الناس زي ما هم، لانه مفيش حد كامل، كلنا فينا عيوب وكلنا عندنا مشاكل. حتى لو انا عندي مشاكل مش ظاهرة بس اكيد انا عندي مشاكل، وكلنا كده محتاجين ان احنا نكون بنعامل بعض بطريقة كويسة. ميرسي واشوفكم الفيديو الجاي.